في إحدى اللقطات الشهيرة لمايك تايسون ظهر وهو يعض على قفازه، وهي حركة أثارت استغراب الكثيرين، بل وأصبحت موضوعا للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. البعض رأى فيها تصرفا غريبا أو حتى غير مبرر، ولكن إذا نظرنا إلى الأمر من منظور الملاكمة وفهمنا استراتيجية تايسون، سنكتشف أن هذه الحركة كانت ذكية للغاية وتكشف عن عبقريته في الحلبة. تايسون كان يعتمد في مسيرته الاحترافية على أسلوب لعب يعرف باسم بيكابو، وهو أسلوب يتسم بوضعية خاصة، حيث يقف بقدميه متقاربتين وتظل يداه في موضع يغطي وجهه بشكل دائم، مما يمنحه حماية فعالة من اللكمات. هذه الوضعية الدفاعية ليست مجرد خيار تكتيكي، بل جزء أساسي من فلسفة أسلوبه في الملاكمة، حيث يتجنب الضربات بطريقة تجعل من الصعب جدا على الخصم إصابته. ولكن مع تطور المباراة وزيادة الضغط البدني، تحدث مشكلة شائعة يعاني منها أي رياضي. مع انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم بسبب الجهد المبذول، تبدأ العضلات في الشعور بالإرهاق، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على بعض الحركات الدقيقة. في حالة الملاكمين، هذا يعني أن الأيدي التي يفترض أن تبقى مرفوعة لحماية الوجه تبدأ بالهبوط تدريجيا بسبب التعب، مما يجعلهم عرضة لضربات الخصم. هنا تأتي عبقرية تايسون. عضه للقفاز ليس حركة عشوائية، بل وسيلة مبتكرة لدفع جسده للحفاظ على الوضعية الصحيحة. من خلال تثبيت القفاز بأسنانه، كان يضمن أن يده تبقى دائما قريبة من وجهه حتى في أشد لحظات الإرهاق. هذه الحركة لم تكن مجرد رد فعل غريزي، بل هي نتيجة لسنوات من التدريب على أسلوبه المميز الذي أصبح محفورا في ذاكرته الجسدية. إذا نظرنا إلى هذه الحركة من زاوية أوسع، نجد أنها تمثل تطورا مثيرا في عالم الملاكمة، فهي ليست مجرد حركة فردية، بل قد تصبح تقنية ملهمة للعديد من الملاكمين الذين يواجهون نفس التحديات في الحلبة. الحفاظ على الوضعية الصحيحة أثناء الإرهاق هو أمر بالغ الصعوبة، وكل من مارس الملاكمة يدرك تماما مدى التحدي الذي يمثله إبقاء يديك مرفوعتين أمام وجهك طوال الوقت. لذلك ما فعله تايسون قد يبدو غريبا للبعض، لكنه يعكس ذكاءه وقدرته على التكيف مع ظروف القتال. وربما في المستقبل نرى المزيد من الملاكمين يتبنون هذه الفكرة أو يستلهمون منها طرقا جديدة لتحسين أدائهم تحت الضغط.